السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم الطريقه ديال الفصاله والخياطه حتى هي ديال هاد الجلابه بالشال ديال الصلا. المهم هنايا من الطول ديال الثوب عندي 3 متر، غنحيد من 50 سنتيم حتى ل 70 سنتيم ديال الشال، على حساب نتوما واش بغيتو طويو الشال من جهه الجبهه ولا بغيتو تحطوه على راسكم غير ما حدوا حد الخياطه، وعلى حساب حتى الثوب اللي عندكم. المهم 3 متر كتكفي. هنايا راني خديت 65 سنتيم في العرض ديال هذا الشال هذا من طبيعه الحال. وهنا غاديه نقطع بالمقص كما كتشوفوا، غادي نشرك بجوج يدين، غنجر الثوب حتى يتقطع ليا الشال كامل. راه ما كيتقطعش عوج، كيتقطع مقاد سوي الا كان الثوب اصلا ديكالي. الا خفتوا من شي مشكل طويو الثوب وعاد قطعوه باش يجيكم الشال مقاد صافي. داكشي اللي بقى ليا غادي نطوي نطويه على 4 بطبيعه الحال. غنطوي غير القياس ديال الجلال. هنايا الجلال خديت تقريبا 42 سنتيم، طويته على 4 بطبيعه الحال. غيكون عندي الوراء والامام بجوج مسدودين صافي. انا ما عرفتش فين تمسحت ليا داك اللقطه اللي كنت كنفصل فيها الشال ووريتكم غير في ثوب واحد اخر. المهم ما علينا. هنايا صافي كانت راسي غناخذ هنايا نصف الكتاف اللي عندي فيهم 19 سنتيم، وهنا غناخذ العنق 7 سنتيم وغنهبط بجوج سنتيم وغنطراسي الحرده ديال العنق من جهه الوراء. هي غناخذ ثاني نصف الكتاف وربع الصدر اللي عندي فيه 28 سنتيم، وهاد المسافه ما بين نصف الكتاف وربع الصدر غنقسمها على جوج، وهنا فين غنخرج بربع الصدر اللي عندي فيه 28 سنتيم. صافي غنطراسي هاد الزاويه القائمه وغنطيح الكتاف ب3 سنتيم وغنطراسي ما بين النقطه ديال الكتاف والعنق. هاد المسافه ديال اللي بقات ليا غنقسمها على جوج وغنحددها، وهاد المسافه هذه اللي عندي هنايا غنقسمها حتى هي على جوج وغندور بها بهذا الشكل هذا، وغنرسم تركيز انطلاقا من هاد النقاط اللي حددت. من اعلى نقطه في الكتف ثاني غنقسمها على جوج وغادي نهبط بها هنايا في الحزام. هنايا غنقص 2 سنتيم في ربع الحزام على الصدر، يعني عندي 28 غيكون عندي في الحزام غير 26. ثاني من اعلى نقطه في الكتف غنعبر 60 سنتيم، وهنا في ربع لي هونش عندي 32 سنتيم غنحطها حتى هي غنحددها، وغنطراسي ما بين النقطه ديال الحزام والنقطه ديال لي هونش، وغادي نجي نعبر الطول اللي عندي زائد العطفه. وغناخذ في جلال هنايا انا راه خديت 42 سنتيم، غناخذ جلال صافي غنطراسي جلال وغنجي نلاقي ما بين النقطه ديال الجلال حتى النقطه ديال لي هونش، وغنصيل بخط بهذا الشكل هذا. صافي هنايا غادي ندوز نقطع البياسه. بطبيعه الحال راني كنخلي سنتيم ديال الخياطه، ما كندخلهاش في العبارات، كنخلي السنتيم ديال الخياطه ابار طراساج، وغادي نقطع البياسه كامله. الا وصلتوا لهاد المرحله هذه من الفيديو واستفدتوا معايا، ما تنساوش تدعموني باللايكات ديالكم، واللي اول مره يشاهد القناه يضغط على داك زر الاشتراك وما ينساش تفعيل جرس التنبيهات باش يوصلوا كل فيديو حطيته. صافي هنايا كما كتشوفوا راه تنطوي قد الجلال قد الحزام، وغادي داك الديكالاج اللي كيبقى ليا من جهه الجلال غنقطعو باش بلا ما نبقى نفكر واش نطلع بجوج ولا ثلاثه. صافي هنا راني كنعبر التركيز من بعد ما كنحيد سنتيم من جهه الكتاف والجهه ديال الابط، وكنلقى عندي هنايا 27 سنتيم في الجهه ديال التركيز. هذيك 27 سنتيم نقسمها على جوج، وهنا غادي نحدد في هذيك 27 سنتيم. من بعد ما حيدت الجهه ديال الوراء غندخل بجوج سنتيم وغنطراسي بهذا الشكل هذا. هنا غنطراسي نيشان من جهه الكتاف حتى البلاصه فين دخلت بالصدر، وهنا غادي ندير التقويره. التركيز ديالي غندير ممكن تستعنوا هنايا بالبيروكي. صافي انا راه خديت داك 2 سنتيم دخلت بها غير الطراساج، يعني غنخلي سنتيم ديال الخياطه وكنقطع. صافي هنايا غادي نحيد سنتيم ديال الخياطه ديال الكتاف، وغادي نجي في لقيت داك 27 غنحيد سنتيم ديال جهه الابط وغنعبر داكشي اللي بقى. ومن طبيعه الحال ما ننساش نحيد حتى سنتيم من جهه الكتاف، وهذاك الشيء اللي لقيت غنقسمو على جوج، وهنا كنلقى 26 سنتيم. بطبيعه الحال غنجي ندير تعديلات حتى على العنق. هنا العنق هبطت غير ب 11 سنتيم، بغات العنق شويه يكون مجموع، وغادي نقطع العنق بشكل دائري بهذا الشكل هذا. صافي هكا كنكون كملنا الجهه ديال الامام والوراء، وغادي ندوزو نفصلوا الكمام انطلاقا من هذا من التركيز اللي عبرنا. هنا كنطوي داك الثوب اللي بقى ليا على 4.
انا راه خليت الملحف كامل وجلست كنفصل به هاد الجلابه هادي. نتوما خذوا غير 3 متر كافيكم. هنا في عرض الدراع غناخذ 23 سنتيم. هاد 23 سنتيم جبتها من التركيز ناقص 3 سنتيم. بشكل مائل هكا غناخذوا 26 سنتيم ناقص واحد، يعني غناخذ 25 سنتيم. غنقسمها على 4 بهذا الشكل هذا، وغادي نطلع بواحد وغادي نهبط بواحد في هذه المنطقه هذه، وغنرسم التركيز بهذا الشكل هذا. فايت لي شاركت معكم الطريقه شحال من مره في صاله عاديه ماشي مسنتريه هذه. صافي هنا غناخذ العرض ديال الكم، انا درت هنايا 14 سنتيم، وغناخذ هنايا زائد العطفه. بطبيعه الحال ما كنساش ناخذ هذا الطول زائد العطفه. صافي غادي نطراسي الايفازي ديالكم بهذا البيروكي، وغادي نقطع لكم، وما نساش نخلي سنتيم ديال الخياطه. الا وصلتوا لهاد المرحله هذه من الفيديو واستفدتوا معايا واخا غير شويه، ما تنساوش تدعموني باللايكات ديالكم، وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. ولا اول مره تشاهدوا هذه القناه هذه ما تنساوش ديروا لايك وتضغطوا على داك زر الاشتراك باش يوصلكم ان شاء الله كل فيديو حطيته. صافي هنا غادي ندوزو باش غادي نخيطوا. هنا راه ممكن تكفوا غير واحد نص سنتيم، ولكن انا كنفضل ندير هذوك الشريط. غنجي نفصل معكم هذاك الشريط اوفال كما عودتكم ديما. هذا لا فينيسيون ديال العنق غنفصل بلا ما ندير تبطين، بلا ما نحتاج ندير تبطين. هنا غادي ندير غير واحد الشريط فيه 3 سنتيم، وغنفصلو اوفال على هذا الشكل هذا. ممكن تستعنوا هنايا بالبيروكي، راه شاركتو معكم حتى هو شحال من مره. مهم علينا هنا غنقطع معكم هذا الشريط. قلت لكم بالنسبه للعرض غيكون فيه غير 3 سنتيم، وبالنسبه للطول غادي يكون الطول زايد. من بعد حنا غادي نخيطوا داكشي اللي غنخيطوه وغادي نقطعوا الزايد. صافي هنايا غادي ندير الوجه ديال الشريط مع الوجه ديال الثوب، وغادي ندور بالخياطه على العنق كامل. من بعد ما كملت الخياطه على العنق غندفع كاع الثوب وداك سنتيم ديال الخياطه لجهه الشريط، وغندوز سوبيكاج على الشريط، يعني واحد الخياطه غتمشي على الحرف ديال الشريط. من بعد ما كندفع كاع الباقي ديال الثوب لجهه الشريط. صافي انا غنقطع الزايد وغنطوي سنتيم على سنتيم كما كتشوفوا، وغادي نعاود ندوز سوبيكاج على الجهه الاخرى ديال الشريط. صافي غادي ندور ثاني بالخياطه على الجهه ديال العنق ديال الجهه ديال الامام كامله. من بعد غادي نمونطي الكتيفات. ما نساش نقطع داك الزايد اللي بقى ليا. هنايا غنمونطي الكتاف ديال جهه الامام مع الجهه ديال الوراء. وغنجيب تاني واحد الشريط فيه غير 3 سنتيم. هاد الشريط هذا غادي يكون غير مستطيل، وغادي ندير تاني الوجه ديال الثوب مع الوجه ديال الشريط، وغادي ندوز الخياطه على الجهه ديال العنق من الجهه ديال الوراء. من بعد هنايا غادي نطوي داك الزايد اللي غيبقى ليا بهذا الشكل هذا، غنطوي سنتيم على سنتيم، وغنفيني نداخل ثاني. هنا غندوز السوبيكاج على الجهه ديال الطويه ديال هذا الشريط. انا راه كنخدم وكنحاول نهضر في نفس الوقت غير باش تبان لكم الصوره اكثر. بالنسبه الا ما بانش لكم شي حاجه غنكون كنت قلتها لكم بفمي، يعني حتى الا ما بانت لكم شي حاجه مع اللون قهوي ما جاش عاطف في التصوير. المهم علينا. صافي هنا كنكونوا كملنا الفينيسيون ديال العنق، وغادي ندوزو نمونطيو الكمام، يعني غنلصقوا لكم مع البياسه. هنا راه كنحاول نهضر في نفس الوقت باش توضح لكم الصوره مع هذا اللون هذا. راه ما باينش صراحه مزيان في التصوير. المهم غير سعفوا معايا وصافي، في فيديو اخر ان شاء الله. صافي هنايا كما كتشوفوا راني مونطيت التركيز، وغادي نجي غادي نلاقي الكمام.
هنايا هذوك الجيوب راه ما فصلتهمش معاكم، ولكن ضغطوا على اي فيديو غيطلعوا لكم الطريقه ديال التفصيل ديال الجيوب. هنا غنجي للجهه ديال تحت الابط وغاديه نعبر 14 سنتيم، وغنخلي واحد الفتحه فيها 15 سنتيم، وعاد نكمل المونتاج حتى الجلال. ما ننساش من طبيعه الحال ندير لا ريتمو في الديبار ديال الخياطه وفي الاخر ديال الخياطه. صافي غادي نمونطي البياسه حتى الجلال. بطبيعه الحال الجهه الاخرى حتى هي غنخدمها بنفس الطريقه، وغادي ندوزو دابا باش غادي نخدموا الجيوب. هنايا غادي نحلوا الفتحه اللي خلينا اللي فيها 15 سنتيم، وغنجيبوا الوجه ديال الثوب مع الوجه ديال الجيب، يعني الوجه ديال الثوب ديال الجيب مع الوجه ديال الثوب ديال سميتو. غادي نمونطيو غير حد الفتحه. حتى هاد الطريقه هذه ديال هاد الجيوب هادو المخفيين راه شاركتهم معكم في شحال من فيديو، غير ضغطوا على اي فيديو ديال الخياطه غادي يطلعوا لكم المونتاج ديال الجيوب. هنايا غير على حساب هاد اللون هذا ما تيبانش مزيان. المهم هنايا صافي كما كتشوفوا خيطت غير فتحه، وغادي نجي غنمونطي هاد الجياب هادو ندور عليهم كاملين. ومن طبيعه الحال راني كنبدا من داك لا ريتمو ديال الديبار ديال الفتحه ولا فان ديال الفتحه. صافي غادي ندور على الجيب كامل، وهنا غنرجع حتى لا ريتمو ديال هنايا فين بديت الفتحه، وغادي ندير ثاني لا ريتمو. هكا كنكون كملت الجيوب. غادي ندوز معكم باش غادي نوريكم الطريقه كيفاش كنلصق انا الكمام هادو لاستيك. خديت العبار كما شفتوا ديال اليد، و غادي نفيكسي الحاشيه ديالو بالسورجي كما كتشوفوا. بطبيعه الحال عاد ندوز نتيري، ضروري تفيكسيو واحد سنتيم ولا جوج، وصافي وكتبقاو تيريو لاستيك وانتم كتسورجيو. صافي وهكا كيكون هذا كنكونوا كملنا هذا لاستيك كيفاش كنلصقوه زعما في الكمام. كتجي مزيانه هاد الطريقه ديال الفينيسيون ديال لاستيك، كتجي مزيانه ومسربيه. ممكن الا كنتو غير سورجيتو لكم عادي ما عندكمش سورجي في الدار، غادي تجيو تقيطوا الحرف ديال لاستيك مع الحرف ديال السورجي صافي، وغادي تكفوا على هذا الشكل هذا. تكفوا لاستيك، ما تنساوش التيراج باش كتجيكم لا فينيسيون ديال لاستيك مزيان، ضروري من التيراج. صافي هكا كنكونوا كملنا هاد الجلابه هادي، وبقى لينا هنايا غير الكفافه ديال هذا ديال الشال. هنايا الشال حاولوا انا راه سورجيتو عاد باش كففت تقريبا قل من سنتيم، كنحاول ندير كفافه رقيقه بزاف. درت على الشال كامل، غنجيب المنتصف ديال الشال مع المنتصف ديال العنق وغادي نلصقو كما كتشوفوا. غادي ندوز غير الخياطه غير على الحرف ديال غادي نلاقي هذا الشال مع العنق، وغنخيط غير على الحرف باش الا بغات السيده من طبيعه الحال تحيد الشال من بعد تحيدو. صافي شوفوا معايا هنايا لا فينيسيون ديال هاد ديال العنق وكيفاش لصقت الشال. كتجي صراحه مزيانه هاد الطريقه هذه ديال تلصق الشال في الجلابه. وقبل ما ننسى، منين تجيو تلصقوا الشال الكفافه تجيكم من داخل، يعني الطاويه ديال الكفافه ديال الشال تجيكم من داخل باش منين تجيو تلبسوا الشال ما يجيكمش مقلوب. صافي بقات لي غير الكفافه، غادي نكفف الجلابه هنايا من الجلال، وكنكون كملنا هاد البياسه هذه. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا، ونتلاقاو مع فيديو اخر ان شاء الله.